السلام عليكم. زي اول كل فيديو هقول لك معلش سامحني على اي اصوات ممكن تسمعها بره عشان انا بصور في المحل، واكيد الشارع فيه اصوات ودوشه ممكن تضايق. اهو من غير ما اتكلم وقبل ما اتكلم اهو موتوسيكلات. ما علينا، يلا ندخل في موضوعنا على طول. جالي سؤال من واحد من متابعينا على فيسبوك، سؤال عن فيسبوك. قال لي فيه بالنص كده: قبل كده انت قلت في فيديو ان فيسبوك بيتابع استخدامنا جوه تطبيق فيسبوك. ماشي، السؤال بقى: هل فيسبوك بيتابعنا او بيتابع استخدامنا خارج فيسبوك؟ الاجابة فيسبوك بيتابع استخدامك بره فيسبوك. يعني تقدر تقول كده تقريبا فيسبوك بيعرف او بيشوف كل اللي بتعمله على تليفونك ان كان جوه فيسبوك او خارج فيسبوك. انا رديت عليه وفهمته الليله دي بتمشي ازاي، وعرفته ازاي يلغيها او يقفلها من عنده بحيث ان فيسبوك ما عادش يقدر يتابع استخدامه خارج فيسبوك ولا يشوف هو بيعمل ايه على تليفونه بعيد عن فيسبوك. معلش انا كنت سكت شويه عشان لو كنت اتكلمت ما كنتش هتسمعني، مش عايز اغلط في حد، بس الناس اللي بره دي عامله لنا مشاكل كتير قوي في الصوت والازعاج. بس عشان انت حبيبي بعمل لك الفيديو ده دلوقتي عشان اعرفك ازاي تقفلها او تلغيها برضو من عندك بحيث ان فيسبوك ما يقدرش يتابع انت بتعمل ايه خارج فيسبوك ولا انت بتعمل ايه في تليفونك بعيد عنه. بس قبل ما اقول لك تقفلها ازاي او تعمل ايه، خليني اوضح لك هو بيتابعك ازاي خارج فيسبوك. بيتابعك عن طريق بند في الاعدادات بتاعه فيسبوك متفعل تلقائي. هو يعني انت بعد ما بتحمل فيسبوك او تشغل فيسبوك ما بتاخدش بالك من الحته دي وهي متفعله، ودي بتسمح لفيسبوك او دي موافقه منك واذن لفيسبوك انه يتابع استخدامك خارج فيسبوك، بحجه بقى ان احنا عايزين نعرف اهتماماتك عشان نقدر نوفر لك البوستات المناسبه ليك او نقترح عليك الصفحات المناسبه ليك عشان تتابعها، ويبقى استخدامك على فيسبوك مهم وبيظهر لك بس الحاجات اللي انت مهتم بيها، ما يظهرلكش حاجات تضايقك او حاجات ما تهمكش. ده حجتهم او ده كلامهم. طيب انت كده فهمت الليله ماشيه ازاي؟ يبقى كفايه رغي بقى وتعالى نمسك الموبايل وندخل على اعدادات فيسبوك سوا عشان اعرفك تقفلها ازاي او تمنع فيسبوك ازاي انه يتابع استخدامك. ادي الموبايل، تعالى ندخل على اعدادات فيسبوك. استنى اسجل لك الشاشه الاول عشان تشوف احنا بنعمل ايه. ندخل على فيسبوك، الاعدادات، اعدادات والخصوصيه، الاعدادات. هتنزل تحت هتلاقي حاجه اسمها النشاط خارج فيسبوك، هتفتحها وبعد كده الغاء ربط النشاطات المستقبليه تضغط عليها. النشاط المستقبلي خارج فيسبوك هتقفلها، بعد كده ايقاف التشغيل، وبعدين هترجع خطوه لورا وبعدين تفتح الغاء ربط السجل وتعمل الغاء ربط السجل. استنى بس كده معايا ثواني، اهو تم الغاء ربط نشاطك. بس يا سيدي هتخرج بقى وخلاص، ما عادش تعمل حاجه تاني. سيب بقى الموبايل وخلاص. بس يا سيدي الموضوع بسيط وحاجه بسيطه خالص، حاجه في الاعدادات انت مش واخد بالك منها واكيد ما كنتش شفتها. وفي النهايه بقى لو عجبك الفيديو كنت بتشوفني على يوتيوب اشترك في القناه وفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا اللي جايه، ولو كنت بتشوفني على فيسبوك تابعني، وفي تلك الحالتين هتعمل لايك للفيديو. تحياتي ونتقابل الفيديو الجاي. سلام.